المملكة معدلاتها أكثر من أكثر دول أفريقيا. المعدلات الفقر نسبته أكثر من نسبة الفقر في الدول التي نمنحها مساعدات. أنت تعلم أن معدل الفقر لدينا أعلى من تونس، أعلى من الأردن، أعلى من سوريا، أعلى من لبنان، أعلى حتى من فلسطين. لك أن تتخيل، هذا الأرقام موجودة على موقع على موقع البنك الدولي. إذن الوضع يجيبك أنه عاطلين وفقراء، وحتى من يعمل مديون للبنوك. Usually sees a country of wealth and luxury shopping malls. But the global crash in oil prices has hit the Saudi economy hard. ما سخرك الله كل حاصل. في 3 عيال وهذه بنتي. ايش نعمل؟ وما يقل البيت ما خرج الشارع مشى. Although the Saudi government has spent billions on social welfare, as much as a quarter of the population is estimated to live in poverty, a reality rarely seen. I'm going to show you how people live here. Yasser brings his hidden camera to a slum on the edge of the holy city of Mecca. People are living in real misery here. Look, it's a dump. Children selling things. Oh my God. Look at the sewage. The way money is spread, it's kept among the ruling family. It's not spread to the people. Only what's left, the crumbs, are spread to the people. So there is great inequality between the classes. إبراهيم عبر، أنت شايف الحي كيف؟ يبغانا يعني نفذ كامل كل الحي من أول لنهاية. يعني لو جاء مطر والله ننحبس في بيوتنا، حتى الصلاة نصلي في بيوتنا. مر علينا اسطوانات غاز، حقت الغاز، ادور كذا عندي البنت تلعب، اقول كذا ولا اروح والشريعه راحت الله يخلف. احنا اذا دخلت البيت انا اخاف، يعني اذا فتحت الباب بدخل البيت اخاف احد وراي يدفني ويدخل معي. كانك تصور يمين، صور العجوز. ابشر ناخذها هاي. تجينا هنا. انت من السوق؟ انا من السوق ومضروره، يعني صراحه حقنا كله انتهب، وشوف اللوحات حق السياره جينا بها للحكومه وقالوا واحنا حريم مرمله مطلقه. وراك يا عبد الله. خلاص شيل عبسك كانك لا تديني. يلا شيل عبسك يلا. لا طيب عبد الله. خلاص شيل عبسك. هذه مواطنه يا عبد الله. انا مواطن. خلاص راح صورها هنا. على حقي اللي انشل والمبلغ اللي علي انا، وانا اجيبه وانا اجيب المبالغ، بس لا العود ولا الصالحيه ولا هذه ما عاد حد يقدر يمشي فيها، حتى الشماط ما نقدر نطلعها على جنوبنا تحت العبايه. احنا داخلين على حكومه بن سعود، واحنا يعني من بناتهن، ما احنا يعني من برا يعني اجانب. هذا القفل وهذا كان مخزن وكله خلقوه وشلوا اي حاجه علينا، فاحنا في ذمه الدوله، احنا هنا جالسين في محل هدر، من بعد العشاء من بعد المغرب ما عاد نقدر نجلس في ذا المحل ويشلوا حنا. لقينا بيوت مهجورة وأسلاك كهرباء منتشرة وخرابة بكل مكان، لكن لفت انتباهي هذا الشخص اللي حبيت أعرف قصته. البودرة والهروين كلها واحد، يوم استعملها وأنا صغير ولحد الوقت هذا. الحين كم عمري؟ 53. دخلت المستشفى أنا أكثر من 4 مرات، أدخل وأطلع الليت ما عاد دخلت، بعد يمكن 3-4 شهور هو انتكست. بس على كل حال صف جهاد وتطلع البنات.
إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك منا كل جديد.